بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة هناخد الجملة المنفية أو كيف أنفي الجملة بتاعتي. يعني أنا أتكلم عن طرق النفي. أنا عندي طرق النفي مختلفة كتير. أولا لازم نعرف إن أنا عندي جملة مثبتة وجملة منفية. الجملة المثبتة اللي هي بقول إن أنا بقوم بفعل شيء. الجملة المنفية إن أنا بنفي قيامي بفعل الشيء. أول أداة للنفي مستخدمة عندي اللي هي كلمة نوت. نوت ديت لازم تيجي قبلها فعل مساعد، يعني الفعل المساعد زائد نوت زائد الفعل، سواء كان مصدر الفعل او الفعل فيه اي ان جي او فيه اي دي. تعالوا نشوف المثال موجود عندي. اقول I don't like coffee. I don't like coffee يعني انا لا احب القهوة. عندنا هنا نوت جت ملحقة بدو، فعل مساعد دو وجاي وراها مصدر الفعل، يبقى I don't like coffee. ده جملة في المضارع البسيط. He doesn't play tennis. هو لا يلعب تنس. عندنا هنا نوت جت بعد does، وهنا بنفي فيها برضو مضارع بسيط. يبقى ده كده جملتين مضارع بسيط. مضارع بسيط بدونت و doesn't. طيب لو قلت she didn't go to school yesterday يعني هي لم تذهب إلى المدرسة أمس، يبقى هنا النفي بتاعي جاي مع didn't. أقول he didn't she didn't. تمام كده. ولو قلت هنا they aren't watching TV يعني هم لا يشاهدوا التلفزيون، يبقى عندك هنا not جت مع are. he isn't sleeping هو ليس نائم، يبقى not جت مع is. مروة wasn't studying يعني مروة لم تنم او ما كانتش نايمة، يبقى was جت مع مع not. we weren't playing نحن لم نلعب، يبقى where جايه مع نوت. يبقى افهم من كده ان انا لازم أن يكون معايا فعل مساعد زي do او does او did، ده بسميه verb to do، او am او is او are او was او were. كل ده بلس نوت زائد نوت، وبعد كده اجيب الفعل. طيب كمان نوت ديت ممكن ان انا اضيفها على الفعل الناقص. يعني اقول I want to travel tomorrow. want دي كان اصلها will بلس نوت اللي هي اختصارها want. انا لن اسافر غدا. she can't swim هي لا تستطيع السباحة او العوم. you shouldn't be late يجب الا تتأخر. يبقى لو جيت ابص هنا نوت جت بعد will، نوت هنا جت بعد كان، نوت هنا جت بعد. لما قلنا هنا I want to travel tomorrow she can't swim you shouldn't be late دي كلها جمل بادئة بفعل ناقص هنا وبعدها نوت وبعدها مصدر الفعل، يبقى الفعل الناقص زائد نوت زائد مصدر الفعل. طيب انا عندي نوع تاني من الانواع النفي زي نو، ولكن نو هنا بتنفي الاسم. كانت نوت فوق بتنفي الفعل، هنا بتنفي الاسم. يعني بعد نو لازم يجي اسم، زي ما اقول there is no milk in the fridge يعني لا يوجد لبن في الفريزر او في التلاجة. she has no friends. friends هنا اسم، حبيت انفي الجملة قلت no friends يبقى she has no friends. طيب لو جملة زي ديت انا عايزة انفيها بنوت ممكن استبدلها بس لازم اقول she مثلا doesn't have. يعني انا حولت هاز ديت نفيتها، هي مضارع بسيط يبقى نفيتها ب doesn't وبعدها have friends. زي ممكن برضه اقول الجملة دي there isn't any milk in the fridge. تمام كده. اقول I have no time انا ليس لدي وقت. no time يعني لا وقت. to play لأن العب. يبقى عندنا هنا كلمة time ديت برضو اسم، وهنا no نفت لي الاسم. they have no money يعني هم ليس لديهم نقود to travel لكي يسافروا. يبقى عندي هنا كمان نو جت قبل الاسم او سبقت الاسم اللي هي بتنفيه. يبقى نوت بتنفي الفعل، نو بتنفي الاسم. عندي اداة نفي تانية زي كلمة never وانا اقدر انفي بيها الفعل برضو. بتساوي هنا كلمة نوت. يعني اقول I have never played guitar يعني انا لا العب جيتار. اقول ممكن انفيها بدل ما اقول never اجيب نوت ولكن هلحقها بالفيرب to have. اقول I haven't played the guitar. يبقى عندنا هنا haven't بتساوي كلمة never، يعني never في الحالة دي بتساوي not، بينفوا الاتنين الفعل. اقول he never eats vegetables هو لا يأكل خضروات. ده جملة مضارع
بسيط. يعني انا ممكن انفيها برضو اقول ايه he doesn't eat vegetables. يبقى هنا كلمة not جت مع does بتساوي كلمة never، ولكن never الفعل معاها بإس عادي، ولكن doesn't جابت مصدر الفعل وراها. أقول they never go out at night، هم لا يخرجوا مطلقا بالليل أو ما بيخرجوش أبدا بالليل. برضو دي جملة مضارع بسيط ولكن مع الجمع. طيب أنا في بقى عندي بعض الكلمات أو بعض الضمائر تستخدم كفاعل أو كمفعول، وهي أصلا معناها يدل على النفي. زي ايه؟ تعالوا كده مع بعض نشوف الكلمات. nothing يعني لا شيء، nobody يعني لا أحد، بتساوي كلمة no one برضو بمعنى لا أحد. nowhere لا مكان. طيب أقول nothing is impossible، لا يوجد شيء مستحيل أو مفيش حاجة مستحيل. يبقى كلمة nothing أصلا نفي، بتدل على النفي. يبقى هنا مش محتاج ان انا استخدم اي اداة نفي تانية، لان nothing اصلا بتديني معنى النفي. اقول I saw nobody at the park، انا ما شفتش حد في الحديقة، او لم ارى اي شخص فين في الحديقة. يبقى nobody برضو هنا معنى النفي. اقول no one called me، ما في حدش اتصل بيا او ما فيش حد ندى عليا، يبقى كلمة no one برضو بتؤدي للنفي. we went to nowhere يعني نحن لم نذهب لأي مكان، يبقى برضو ايه او لا مكان. يبقى دي برضو كلمة بتأدي النفي او معناها بيؤدي النفي. يبقى كده نرجع كده تاني نلقي نظرة كده ايه سريعة. اقول هنا نوت بنفي بيها الفعل، عندي هنا كلمة نو بنفي بيها الاسم، نيفر بتنفي الفعل. في بعض الكلمات زي nothing nobody no one nowhere دي اصلا المعنى بتاعها بيدل على النفي، يعني انا مش محتاجة استخدم معاها لا not ولا never ولا no. وده كان درسنا بكل بساطة.